خلونا نبدأ على طول حل أسئلة على الفصل الأول لمادة التدريب اللي هو مدخل التدريب الرياضي. تعالوا نشوف السؤال الأول. بيقول لك علم التدريب الرياضي بيرتبط بالعديد من العلوم الأخرى مثل علم التشريح. طبعا الإجابة هتكون إجابة صحيحة، لأن علم التدريب مرتبط بعلوم كتير زي علم التشريح والفسيولوجي والميكانيكا وعلم الحركة، والعلوم دي كلها مرتبطة بعلم التدريب، فطبعا هتكون الإجابة صحيحة. فعشان لو ما يجيب لك مثلا سؤال في الامتحان بس يقول لك بدل علم التشريح هيقول لك مثلا علم الحركة أو علم فسيولوجيا الرياضة، أو أي حاجة تانية مرتبطة بعلم التدريب، فطبعا هتكون الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك عملية تربوية هادفة وموجهة ذو تخطيط علمي لإعداد اللاعبين بمختلف مستوياتهم. علم التشريح ولا فسيولوجيا التدريب ولا علم التدريب ولا ليس مما سبق؟ طبعا لما يقولك عملية تربوية فعلى طول بشوف علم التدريب، لأن ده تعريف علم التدريب، فهتكون الإجابة علم التدريب، ده تعريف علم التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك هو الخاص بتعليم وتطوير مهارات الرياضة التخصصية. المكون البدني ولا المكون المهاري ولا المكون النفسي ولا كل ما سبق؟ يقول لك بتعليم وتطوير مهارات الرياضة التخصصية، يبقى طبعا المكون المهاري، لأن المكون المهاري هو اللي بيهتم بتعليم مهارات الرياضة التخصصية. السؤال اللي بعده بيقول لك المكون الخططي هو الخاص بتنمية وتحسين عناصر اللياقة البدنية التخصصية. هل المكون الخططي هو اللي بينمي عناصر اللياقة البدنية؟ طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن المكون الخططي بيهتم بتطوير السلوك الخططي وليس تنمية عناصر اللياقة البدنية. أما إيه اللي بينمي عناصر اللياقة البدنية التخصصية؟ هو المكون المهاري اللي هو كان في السؤال اللي فوق، المكون المهاري. السؤال اللي بعده بيقول لك يعتبر المكون النفسي من المكونات الخاصة بتعليم وتطوير التفكير والسلوك الخططي في الرياضة التخصصية. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن المكون النفسي ملوش علاقة بالسلوك الخططي. السلوك الخططي مرتبط بالمكون الخططي وليس المكون النفسي، فطبعا هتكون الإجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك هو المكون الخاص بتطوير المعارف والمعلومات التي تدعم الأداء في الرياضة التخصصية. المكون البدني ولا المكون المهاري ولا النفسي ولا المعرفي؟ خدوا بالنا ان يعني اسئلة كتير الاجابة بتاعتها بتكون في السؤال. يعني هنا بيقول لك هو المكون الخاص بتطوير المعارف والمعلومات. المعارف، طب المعارف والمعلومات دي بتندرج تحت ايه؟ المهاري لا، البدني لا، النفسي لا، اما طبعا هتكون المكون المعرفي. المكون المعرفي يبقى هو خاص بتطوير معارف ومعلومات، بيكسبني المعارف والمعلومات. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يعتبر المكون الأخلاقي من المكونات التي تدعم تطوير الحالة النفسية وتطوير المعارف والمعلومات. طبعا هتكون الإجابة خاطئة. الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن المكون الأخلاقي ده ده مش تعريفه، ده تعريف المكون الحالة النفسية وتطوير المعارف والمعلومات. هتكون طبعا إجابة خاطئة، ليس المكون الأخلاقي.
السؤال اللي بعده بيقول لك كافة أنواع مكونات التدريب لا تقدم في صورة إعدادات. مكونات التدريب لا تقدم في صورة إعدادات، طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن مكونات التدريب بتقدم في صورة إعدادات. المكون النفسي بيقدم في صورة إعداد نفسي، المكون البدني بيقدم في صورة إعداد بدني، وهكذا إلى آخره. فهنا بيقول لك لا تقدم، فطبعا الإجابة هتكون خاطئة. وهنا ناخد بالنا برضو ان في السؤال ممكن تلاقي كلمة واحدة زي كلمة لا، او مثلا او في لا، حاجات حروف بسيطة كده بس بتغير معنى السؤال تماما، فناخد بالنا من الحاجات دي. السؤال اللي بعده بيقول لك من الواجبات التربوية لتدريب تربية النشء على حب الرياضة. طبعا الإجابة هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك من الواجبات التعليمية للتدريب تطوير السمات الخلقية وحب الوطن. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة. طب خاطئة ليه يا كابتن؟ لأن تطوير السمات الخلقية وحب الوطن من الواجبات التربوية وليس الواجبات التعليمية، من الواجبات التربوية، فهنا ناخد بالنا من النقطة دي. السؤال اللي بعده بيقول لك من الواجبات التربوية للتدريب تشكيل ميول ودوافع اللاعب والانحدار بها بصورة تخدم الوطن. طبعا هتكون الإجابة إجابة خاطئة. طب ليه؟ لأن هنا بيقول لك آه، ميول، تشكيل ميول ودوافع اللاعب والانحدار بها. لا طبعا الانحدار خاطئة، لأن المفروض التقدم والارتقاء بها وليس الانحدار بها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك تعلم وإتقان المهارات الخططية في الرياضة التخصصية يعتبر من الواجبات التربوية ولا التعليمية ولا الأخلاقية ولا البدنية؟ طبعا إتقان المهارات الخططية الحاجة اللي هي فيها سلوك أو بتحتاج لاكتساب وفيها نشاط حركي، هنقول إن هي من الواجبات التعليمية. نشوف بعد كده ندخل على الفصل التاني كده. الأسئلة اللي فاتت دي كانت خاصة بالفصل الأول أو تحديدا الأجزاء المكررة في الفصل الأول. ندخل على الفصل التاني، أسئلة الفصل التاني والأجزاء المكررة فيه، اللي هو بيتكلم عن الإطالات تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول لك الإحماء المصمم جيدا من الممكن أن يعد اللاعبين بدنيا وعقليا لمتطلبات اللعبة. طبعا هتكون الإجابة إجابة صحيحة، لأن الإحماء بيساهم بشكل كبير في تهيئة اللاعب وإعداده بدنيا وعقليا قبل المنافسة وقبل التمرين. السؤال اللي بعده بيقول لك من الأهمية الكبيرة للإحماء أنه لا يساعد على تدفق الدم إلى العضلات ويرفع درجة حرارة الجسم. طبعا هنا الإجابة هتكون إيه؟ هو هنا بيقول لك من الأهمية الكبيرة للإحماء أنه لا يساعد. طبعا هنا كلمة لا يساعد، لا هو بيساعد على تدفق الدم للعضلات وبيرفع درجة حرارة الجسم، فالإجابة طبعا هتكون إجابة خاطئة. وده اللي بنقول عليه وتكرر تاني زي ما قلنا في الأسئلة اللي فاتت، كلمة بسيطة بتغير معنى السؤال. فلو ما خدتش بالي مثلا من كلمة زي دي أو حرف بسيط زي كده مش هحل السؤال صح. السؤال اللي بعده بيقول لك يتم زيادة سرعة انتقال الإشارات العصبية بين المخ والعضلات بسبب الإحماء. فطبعا الإجابة هتكون إجابة صحيحة، لأن الإحماء بيساعد في سرعة انتقال الإشارات العصبية بين المخ والعضلات.
السؤال اللي بعده بيقول لك لا يسهم الإحماء في تطوير القوة العضلية. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن الإحماء بيسهم في تطوير القوة العضلية، وده اللي أثبتته الدراسات الحديثة. السؤال اللي بعده بيقول لك يعتبر الإحماء والإطالات أنشطة مختلفة عن بعضها تماما. طبعا إجابة هتكون إجابة صحيحة، لأن الإحماء والإطالات مختلفين عن بعض. الإحماء بيكون عبارة عن تدريبات أو تمارين وظيفية الهدف منها إن هي ترفع درجة حرارة الجسم وتعلي من معدل ضربات القلب. وأما بالنسبة للإطالة فهي بتشتغل أكتر أو بتستهدف مرونة المفاصل ومطاطية الأنسجة والعضلات. فطبعا في فرق ما بين الإطالة والإحماء، وده اللي يعني بيختلط الأمر على ناس كتير إن الإحماء والإطالة شيء واحد. لا، هما مش شيء واحد. الإحماء بيرفع درجة حرارة الجسم، تمام، وبيزود معدل النبض، والإطالة بتعمل على مرونة المفاصل ومطاطية الأنسجة والعضلات. السؤال اللي بعده بيقول لك يتكون من أنشطة وأدوات تمهيدية بالإضافة إلى حركات وظيفية صممت بشكل خاص. بيتكون من أنشطة وأدوات تمهيدية بالإضافة لحركات وظيفية صممت بشكل خاص. الإطالات ولا المرونة ولا الإحماء ولا الأولى والثالثة معا؟ طبعا الإجابة هتكون الإحماء، لأن الإحماء وزي ما قلنا عبارة عن تمرينات وظيفية صممت بشكل خاص علشان ترفع من درجة حرارة الجسم. السؤال اللي بعده بيقول لك الهدف الرئيسي من الإطالات هو تحسين وتطوير اللياقة البدنية ولا المرونة ولا السرعة ولا الرشاقة؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده وقلنا الفرق ما بين الإطالات والمرونة، وقلنا إن الإطالات بتشتغل على إيه؟ على تحسين مرونة المفاصل وتمدد العضلات والأنسجة. فطبعا هنا هتكون الإجابة المرونة. السؤال اللي بعده هنا المرونة. السؤال اللي بعده بيقول لك تعتبر الإطالات الثابتة في الإحماء هي الاختيار الأمثل من الإطالات المتحركة. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن الإطالات المتحركة هي الأفضل، ده اللي أثبتته كمان الدراسات واللي بيذكره الكتاب. فالإطالات الثابتة مش هي الاختيار الأفضل إن أنا أعملها قبل الإحماء، فهتكون الإجابة إجابة خاطئة. بعد كده بيقول لك الطريقة الوظيفية في الإحماء هي الطريقة الأمثل لإطالة العضلات بشكل حيوي. طبعا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يجب أن يشمل الإحماء الديناميكي على حركات متعددة الاتجاهات والمستويات. طبعا إجابة صحيحة، لأن الإحماء لازم يكون فيه حركات ديناميكية، فيها حركة بتحرك مثلا يمين شمال للأمام للخلف في محاور ومستويات مختلفة. السؤال اللي بعده بيقول لك يركز الإحماء الثابت على حدوث التوازن العضلي لعضلات الجذع وعضلات وأربطة القدم. الإحماء الثابت بيعمل على حدوث التوازن العضلي لعضلات الجذع وعضلات وأربطة القدم. طبعا الإجابة هتكون إجابة صحيحة بالفعل. السؤال اللي بعده بيقول لك يتكون الإحماء من مرحلتين. الإحماء بيتكون من مرحلتين، تكون المرحلة الأولى بشدة قليلة إلى متوسطة. فطبعا هنا الإجابة هتكون إجابة صحيحة، لأن الإحماء بيتكون من المرحلة الأولى الإحماء العام،
بعد كده الإحماء الخاص، فطبعا الإحماء العام بتكون شدته قليلة إلى متوسطة. السؤال اللي بعده بيقول لك يشتمل الإحماء العام على تمرينات خاصة بالقلب والجهاز التنفسي. طبعا هتكون إجابة صحيحة. الجزء الأول من الإحماء العام هو اللي بيحتوي على تمرينات خاصة برفع معدل ضربات القلب ورفع كفاءة الجهاز التنفسي. السؤال اللي بعده بيقول لك يشتمل على حركات مشابهة لحركات النشاط الرياضي الذي سوف يؤديه في التدريب أو المنافسة. الإحماء العام ولا الإحماء الخاص ولا التهدئة ولا كل ما سبق؟ طبعا بيقول لك إن بيعمل حركات مشابهة للي هيعملها أثناء التدريب أو أثناء المنافسة. احنا الجزء ده بيكون في الإحماء، تحديدا بقى في الإحماء الخاص. ليه اتسمى إحماء خاص؟ لأن هو بأدي فيه حركات أو مشابهة للنشاط اللي أنا هبدأ إن أنا أعمله في الرياضة التخصصية بتاعتي. طبعا هتكون الإجابة الإحماء الخاص. السؤال اللي بعده يقول لك يجب أن تكون شدة التمرينات في الإحماء الخاص نفس شدة التمرينات في الوحدة التدريبية. طبعا الإجابة هنا هتكون إجابة خاطئة، لأن ما ينفعش طبعا شدة التمرينات في الإحماء تكون بنفس شدة التمرينات في الوحدة التدريبية. ده هي بتكون أقل قليلا، يعني الإحماء بيكون أقل من الشدة اللي بتكون في الوحدة التدريبية. فطبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك الهدف من الإحماء الخاص هو محاولة التكيف مع متطلبات النشاط الذي يليه. طبعا الإجابة هتكون إجابة صحيحة. الإحماء الخاص بيهيئ الجسم أو بيدخل في نوع من التكيف اللي بيخليه يستعد لمواجهة النشاط اللي هو هيعمله أثناء التدريب. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ترجح أغلب الدراسات أن الإطالة الثابتة قبل التمرين تمنع الإصابة بشكل كبير. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة. العكس، الإطالة الدراسات قالت إن الإطالات الثابتة مش بتأثر على عملية منع الإصابة، ملهاش أي تأثير في إن هي تقلل من عملية الإصابات أثناء التدريب، بل العكس، الإطالات المتحركة هي اللي بتساعد على منع الإصابة بشكل كبير قبل التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك تشير الدراسات أن استخدام الإطالات الثابتة قبل أداء التمارين من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على إنتاج القوة وسرعة رد الفعل. طبعا هتكون الإجابة إجابة صحيحة، لأن الدراسات أثبتت إن الإطالات الثابتة قبل ممارسة التمرين بتأثر بشكل سلبي على إنتاج القوة وسرعة رد الفعل بشكل سلبي. فمن الأفضل إن استخدام الإطالات الثابتة في نهاية الوحدة التدريبية في مرحلة التهدئة، لأنها هتساعد الجسم على العودة لحالته الطبيعية مرة أخرى قبل التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك الاعتماد على الإطالات الخاصة بالتيسير العصبي العضلي قبل أداء التمارين يمكن أن يحسن مستوى القوة العضلية. طيب هو التيسير العصبي العضلي ده نوع من أنواع المرونة، اسمه باختصار بتاعه يعني المرونة البي ان اف. البي ان اف. فالنوع ده من المرونة
يعني مش هو الاختيار الأفضل برضو إن أنا أستخدمه قبل التدريب. فطبعا الدراسات برضو أثبتت إن هو بيأثر على مستوى القوة العضلية بالسلب. فمش هيكون من الأفضل استخدام المرونة البي ان اف في الإحماء. السؤال اللي بعده بيقول لك من الممكن أن يكون للإطالات الثابتة آثار ضارة على الأداء الرياضي. الإطالات الثابتة ممكن يكون لها آثار ضارة على الأداء الرياضي. طبعا طبعا بشكل كبير هيكون ليها آثار ضارة. طبعا هتكون الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يجب أن تستبعد تماما الإطالات الثابتة من البرامج الرياضية. يعني هل من ان احنا ممكن نستبعد الاطالات الثابته تماما من التدريب؟ طبعا لا، مش ممكن نستبعدها تماما، لكن بندمجها، بنعمل عمليه دمج، بندخل الاطالات الثابته، ولكن في اوقات معينه، في تمارين او في وقت او جزء معين من التدريب بحتاج للاطالات الثابته. طبعا هي مهمه مش مهمه؟ هي مهمة جدا، لكن ان انا اوظفها في الوقت المناسب. فطبعا الاجابة غلط، انا مش بستبعد الاطالات الثابتة من البرنامج الرياضي. السؤال اللي بعده بيقول لك ليس من الممكن عمل وحدة تدريبية منفصلة لتدريبات الإطالة الثابتة. يعني هل أنا ممكن أعمل وحدة تدريبية منفصلة لوحدها كده بعمل فيها بس إطالات ثابتة؟ ممكن. ممكن أعمل وحدة فيها إطالات ثابتة. إجابة صحيحة. لا آسف، هو هنا بيقول لك ليس من الممكن، ليس من الممكن، فهنا هتكون الإجابة إجابة خاطئة. إجابة إيه خاطئة؟ إن أنا ممكن أعمل وحدة تدريبية فيها إطالات ثابتة، فطبعا هتكون إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك المشاركة النشطة في الإحماء الديناميكي لا يسهم بشكل كبير في إعداد اللاعب بدنيا وعقليا. طبعا المشاركة النشطة في الإحماء الديناميكي ب... لا بيقول لك المشاركة النشطة في الإحماء الديناميكي لا يسهم بشكل كبير في إعداد اللاعب بدنيا وعقليا. طبعا هتكون إجابة خاطئة. المشاركة النشطة في الإحماء الديناميكي لها دور كبير في إعداد اللاعب وتهيئته لمواجهة النشاط البدني أثناء التمرين. السؤال اللي بعده بيقول لك إجمالي زمن التمرين في الإطالات الحركية ما يقرب من نقط ثانية. زمن التمرين في الإطالات الحركية، خد بالك هنا بقى احنا دخلنا على ايه أنواع الإطالات أو أنواع المرونة. تمام. إجمالي زمن التمرين في الإطالات الحركية ما يقرب من 30 ثانية. 30 ثانية. آه، السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 25. بيقول لك يتراوح عدد المجموعات للإطالات النشطة من 3 إلى 5 مجموعات. من 3 ل5 مجموعات في الإطالات النشطة. طبعا هتكون إجابة خاطئة. بتتراوح من 1 إلى 2 مجموعة، وليس 3 إلى 5. فطبعا هتكون خطأ. أما الإيه الصح من 1 إلى 2. فمعلش بقى مش عارف أكتب كويس، نمسحها بس علشان ايه محدش لان انا تمام. فطبعا هنا الاجابة هتكون اجابة خاطئة، وهيكون الاجابة الصحيحة من 1 ل2 من المجموعات. السؤال اللي بعده بيقول لك تتراوح مدة الثبات أثناء أداء الإطالات الثابتة لمدة نقط ثانية. لما باجي أعمل إطالات ثابتة
بثبت لمدة قد ايه؟ 40 ثانية ولا 74 ثانية ولا 30 ثانية ولا 60 ثانية؟ طبعا في أثناء الإطالات الثابتة بتتراوح المدة حوالي 30 ثانية. 30 ثانية. السؤال اللي بعده بيقول لك يتراوح عدد التكرارات بالنسبة للإطالات الحركية من 10 إلى 15 تكرار. من 10 ل15 تكرار. طبعا هتكون إجابة صحيحة. التكرارات في الإطالات الحركية اللي هي بتحرك فيها بتكون من 10 ل15 تكرار. إجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يتراوح عدد التكرارات في الإطالات النشطة من نقط إلى تكرار لإطالة كل عضلة. من 3 ل4 ولا من 10 ل5 ولا من 15 ل20 ولا من 1 ل2؟ بالنسبة للإطالات النشطة هتتراوح من كام لكام التكرارات؟ طبعا هتكون التكرارات من 5 إلى 10 تكرارات لل بالنسبة للإطالات النشطة. آه، طبعا دي نهاية الأسئلة. الأسئلة الفصل الأول والتاني بالنسبة للأجزاء اللي هي المكررة. وإن شاء الله أتمنى يعني إن انتوا تكونوا استفدتوا والناس الكلام واضح بالنسبة لها. وإن شاء الله ننزل بعد كده باقي الأجزاء من المادة والمواد التانية بإذن الله. وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.